المهم قعدنا نتكلم كتير جدا مع بعض، واحنا بنتكلم تليفون البيت رن، ولما رديت كانت نسمة اخت وائل. قلت لها نسمة ازيك عاملة ايه؟ قالت لي ايه ده انتي وصلتي؟ قلت لها ايوه لسه واصلة حالا، هاتي خالته وتعالي عشان تسلموا على طارق وتشوفوا مراد. قالت لي مراد؟ مراد مين؟ قلت لها لما تنزلي هتعرفي. وفعلا نزلت هي وخالتي وعرفتها بطارق ووريتها مراد. قلت لها ابني يا نسمة، وساعتها خالتي بصيت له في ذهول، ونسمة قالت لي ابنك؟ قلت لها ايوه يا نسمة ابني، ربنا كرمني من عنده. خالتي ساعتها قالت لأمي كده تخبي عليا كل ده؟ قلت لها ماما زيها زيكم كده يا خالته، لسه عارفة دلوقتي حالا، اصلا انا حالتي الصحية في الحمل ما كانتش قد كده، ما انت عارفة ما كنتش هخلف اصلا، لكن الحمد لله ربنا اكرمني من عنده. خالتي قالت لي الحمد لله يا حبيبتي، والف حمد لله على سلامتك. وساعتها الباب خبط وبابا اللي راح فتح، وكان وائل وشيرين. قال له معلش يا عمي اصلا انا طلعت لماما وما لقيتهاش، فنزلت عشان اشوفها عندكم ولا. لو حابين تكملوا القصة اسم القصة مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.